سلامي على الإنغوش من خيرة الأمم وخير إخاء بين شيشان وذي رحم. Декабрь 1994 года. Российские войска начинают наступление на Чеченистан, рассчитывая на быстрый марш к Грозному. Но первым препятствием на их пути становятся не чеченские бойцы, а тысячи жителей Ингушетии. Мужчины и женщины, старики и молодежь выходят на дороги, перекрывают путь колоннам и пытаются остановить войну. У села Барсуки вспыхивают первые столкновения, проливается первая кровь. В те дни ингушский народ проявил мужество и солидарность, встав на защиту своих соседей и братского народа. Рискуя собственной жизнью, тысячи людей открыто выступили против войны, показав пример гражданской смелости, достоинства и верности своим принципам. Их героический поступок навсегда вошел в историю как пример того, как обычные люди пытались остановить надвигающуюся трагедию. Эти события стали одним из первых сигналов того, что война окажется совсем не такой, как ожидало российское руководство. سلامي على الإنغوش من خيرة الأمم وخير إخاء بين شيشان وذي رحم. سلامي على قوم توحد صفهم وصانوا عرى الإخوان في الشدة العظيم. سلامي على من يوم ديسمبر اعتلى صريح المواقف في ثبات وفي همم. سلامي على من حين زحف العدا بدا أقاموا له سدا من العزم والقيم. سلامي على شيخ وشاب وفاتنة خرجنا جميعا للذواد عن الذمم. سلامي على من أحكموا غلق دربهم فعاقوا مسير الغزو نحو غروزن القمم. سلامي على من شكلوا من جسومهم سلاسل حق أمام الجيوش ذوي النقام. سلامي على برسوكي إذ سطرت مواقف عز خالدات على القدم. سلامي على من أوقفوا رتل غاشم فضاق به سهل الطريق وذو الأكم. سلامي على من قدموا أولى الدماء فداء لحق واستهانوا بكل ألام. سلامي على غازي يرت وأهلها وما نالهم من ظلم قصف ومن سقام. سلامي على من عطلوا زحف جيشهم وألقوا على الغزو أثقالا من النقام. سلامي على من أظهروا للورى بأن الوفاء يقاس بالموقف الحسام. سلامي على ذكرى التهجير إذ جمعت قلوبا تلاقت في المصائب والألام. سلامي على شعبين في القوقاز قد تعاهدا على الإخلاص من قدم. بشراكم يا شيشان والإنغوش إنكم
ضربتم مثلا في الوفاء وفي الكرم، فذكراكم تبقى على مر حبة، ويبقى صدى أفعالكم بين الأمم.